الحقيقة هي قصتنا النهاردة مختلفة شويتين تلاتة كده عن اللي فاتوا، لأن بطلتها ملهاش معلومات كفاية في كتب السيرة، إنها قضت مدة قليلة جدا في بيت النبي. يطلق عليها أم المساكين، وكانت خامس زوجات النبي، وكانت أرملة. جوزها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة قصيرة جدا من جوازه من حفصة. أقوال بتقول إن سيدنا محمد اتجوزها في السنة الرابعة من الهجرة في شهر رمضان، وقضت عنده 8 شهور وبعد كده توفت. وغالبا بيقولوا إنها توفت في شهر ربيع الآخر، وكان عمرها وقتها 30 سنة. ووصفها المؤرخين وكتاب السيرة بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء. لقبها في كل كتب السيرة بأم المساكين، وكان اسمها أم المساكين لرحمتها ورقتها عليهم، وكانت مش بيشغلها غيرها، كانت راضية جدا بحظها من النبي، وكفايه ان هي يتقال عليها انها زوجة النبي وام من امهات المؤمنين. كانت بتشغل نفسها بالاهتمام بالمساكين، وماتت في سلام زي ما عاشت في سلام. ودفنها سيدنا محمد في البقيع، وكانت اول من دفن فيه من امهات المؤمنين رضي الله عنهم. وبكده قصتنا تكون خلصت النهارده. استنونا بكره الساعه 5 في قصه جديده من قصص نساء بيت النبوه.